اثبت كده، عمرك فكرت عمليه الرباط الصليبي بتعمل ازاي بالظبط؟ لو الرباط الصليبي بتاعك حصل له مشكله بنعوض ده ازاي بالظبط؟ رباط صليبي استعمال خفيف مثلا. طب الاول، هي الاصابه بتحصل ازاي؟ اصابه الرباط الصليبي بتحصل لما بيتعرض لمجهود او استرتش اكتر من قدرته ان هو يستحمل، وده عاده بيحصل للاعيبه الكوره والرياضيين بوجه عام، بس مفيش مانع ان هو يحصل للناس العاديه. والاصابات مش كلها واحده، ساعات بيحصل قطع جزئي وساعات بيحصل قطع كلي، وساعات بتحصل المشكله في الرباطين، الرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي. خلي بالك في حركتك او انت بتلعب رياضه ان هي ما تكونش مفاجاه او عكس الاتجاه. ولو لا قدر الله حصلت مشكله في الرباط الصليبي بنعمل ايه؟ مفيش رباط صليبي مستعمل، بس انت عندك الحل جوه. عمليه رباط صليبي بتتم ان احنا نستبدل الرباط اللي اتقطع برقعه وتريه او تندون جراف. عشان اسهلها عليك اكتر، هي اجزاء بتتاخد من اماكن تانية في جسمك زي العضله الخلفيه او اوتار الكاحل او وتر صابونه الركبه، والاختيار بيكون حسب الحاله اكيد. وبعدين بنثبت الرقعه الوتريه دي بحاجه اسمها شريحه متغيره الطول مكان الرباط الصليبي الاساسي. بس مش عايزك تقلق خالص، كل ده بيحصل بالمنظار الجراحي عن طريق فتحات صغيره جدا، والمريض يقدر يخرج من المستشفى في نفس يوم العمليه او تاني يوم الصبح. بنقعد فتره تاهيل بعد العمليه من 3 ل 6 شهور، بعدها بتقدر ترجع تمارس رياضتك وحياتك بشكل طبيعي. ودي كانت قصه رباطك الصليبي بسهوله واختصار. دمت دايما في حركه وصحه.